الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وكل الحاجات الحلوة ديت. النهاردة حلقة جامدة جدا، حلقة ممكن تطول شوية بس عندنا فيها مواضيع كتير قوي. هنتكلم عن رقم بن شرقي في الاهلي، هنتكلم عن الحلم بتاع استاد الاهلي اللي اصبح حقيقة، هنتكلم على تعيين كابتن محمد شوقي، هنتكلم على حوار مشلاك في الزمالك، هنتكلم عن الاهلي، ايه الخطوات الاداريه اللي جايه اللي الاهلي بيسعى ليها، هنتكلم على خالد الجوادي المترجم السابق لكولر، هنتكلم على اكرم توفيق وعلى كاس العالم، وهنتكلم على شويه حاجات، واخيرا هنتكلم على ماتش الاهلي وغزل المحله اللي هو بكره ان شاء الله، وهنتكلم توقعاتنا للتشكيله والنتيجه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بس زي ما متعودين قبل ما نبدا الحلقه يعني زي ما متعودين كده، قبل ما نبدا الحلقه لازم كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا ان اشرف بن شرقي قرر ارتداء التيشيرت، هيلبس تيشيرت. كلنا قلنا رقم 11 وخلاص، كلنا رحنا الرقم 11. اشرف بن شرقي خلاص هيلبس التيشيرت رقم 34، ده عشان لمسه وفاء للاعب عبد القادر نوري. اللاعب ده كان بيلعب، عبد الحق نوري كان بيلعب في نادي اياكس امستردام، ودخل في غيبوبه من 2017. فاشرف بن شرقي عمل لمسه وفاء كده، هيلبس يعني خلاص رسمي اشرف بن شرقي هيلبس تيشيرت رقم 34 في النادي الاهلي. تمام. فدي قرار كويس من اللاعب. احنا اهم حاجه عندنا يعني مش هيفرق معانا الرقم قوي، اهم حاجه نشوف اداء اللاعب في الملعب وان هو يفيدنا في الملعب باذن الله. تاني حاجه معانا النهارده ان الحلم اصبح حقيقه. هتقول لي ازاي؟ يعني اقول لك استاد الاهلي خلاص بقى واقع ان شاء الله. هتقول لي ما احنا بنسمع وكل مره بيطلعوا ويتكلموا وتصريحات واستاد الاهلي ومش عارف ايه، لا المره دي بقى حقيقه. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك ان يوم الجمعه الجايه خلاص الاهلي هيكشف عن الاستاد. هتقول لي اه، ما هو كل مره بيكشفوا عن الاستاد والتصاميم ومش عارف ايه والكلام ده. لا هي مش كده بس، هو المره دي هيكشف لك الوقت الزمني كمان يوم الجمعه، يعني يوم الجمعه الجايه ديت هيقول لك كل التفاصيل عن استاد الاهلي، تصميمه، الميعاد، هيبتدوا الشغل يوم كذا هيخلصوا يوم كذا، قدامنا مثلا فتره زمنيه، مثلا قدامنا سنه والاستاد يبقى موجود، قدامنا سنتين، قدامنا. هو هيحدد لك الميعاد اللي الاستاد الاهلي يبقى جاهز ان يتلعب فيه ماتشات. ودي شايفها يمكن هيبقى اعظم انجاز عمله مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيحقق نجاحات كتير، انتقدناه كتير، عنده اخطاء بس نجح في ملفات كتير جدا جدا جدا. ودي هتبقى اكبر نجاح لمجلس اداره النادي الاهلي. حلم كل الاهلاويه بيحلموه، حلم بنحلمه من سنين، ان يبقى عندنا استاد للنادي الاهلي، استاد يخص جمهور النادي الاهلي، استاد يبقى بتاعنا. الحلم بقى حقيقه، وان شاء الله يوم الجمعه الجايه باذن الله هنعرف الموضوع ده. يعني هنعرف التفاصيل كلها، هتشوف شكل الاستاد هيبقى عامل ازاي، ساعة الاستاد هتبقى عاملة ازاي، الاستاد هيبتدوا التنفيذ فيه امتى وهيخلصوه امتى. فده كله هنشوفه يوم الجمعة بإذن الله ان شاء الله. تالت حاجة معانا محمد شوقي، رسميا كابتن محمد شوقي تعين نائب مدير رياضي، نائب لكابتن محمد رمضان. هتسألني هل الخطوة دي ناجحة؟ بنسبة مليون في المية اه. طب هل كابتن محمد شوقي هينجح مع النادي الأهلي؟ أقول لك من وجهة نظري أنا الشخصية ان بنسبة 100% يقدر ينجح. عنده المقومات، راجل مشتغل على نفسه، واخد الرخصة كلاس ايه، راجل بيشتغل على نفسه، راجل مجتهد، راجل جايبها من تحت، راجل من ولاد النادي، الراجل اتوقع له نجاح في المنصب دوت. طب هو محمد شوقي هيقعد على الدكة جنب كولر؟ ما عنديش معلومة بس اتوقع ان هو هيقعد على الدكة جنب كولر. اتوقع ان هو ده كان الوقت المناسب لدخول واحد زي محمد شوقي المنظومة. اتوقع ان شاء الله نجاح محمد شوقي وربنا يوفقه هيبقى اضافه ان شاء الله للجهاز الفني والمنظومه بتاعت النادي الاهلي، المنظومه الاداريه. والاهلي انا شايفه الفتره ديت في تفويره، مش لعيبه بس في مجلس يعني في تفويره في الحته الاداريه، في الجهاز الفني، في التعاقدات، في الكلام ده، وده اللي الاهلي كان محتاجه. انا شايف ان الكابتن الخطيب ناس كتير انتقدته وانا واحد منهم، الراجل بيرد على كل دوت، وفي شغل بيتعمل، وده اللي احنا كنا عايزينه. واحنا انتقادنا دايما في حب النادي الاهلي ان احنا عايزين نشوف النادي الاهلي احسن حاجه في الدنيا، بس مش اكتر. مش بننتقد مثلا عشان احنا عايزين ننتقد وخلاص، لا هو احنا عايزين نشوف الاهلي احسن حاجه في الدنيا. فكابتن محمد شوقي انا شايف ان الموضوع ليه ابعاد كتير، وكابتن محمد شوقي هيبقى ناجح جدا باذن الله مع النادي الاهلي. الموضوع الرابع معانا، الاهلي خلاص خلاص بيقرب من الاعلان عن مروان النايب هيبقى مدير تعاقدات، واسامه هلال هيبقى مدير لاداره السكاوتنج. ما عنديش معلومه الناس ديت هتقدر تعمل ايه، بس زي ما بقول لك
التغييرات ديت الاهلي كان محتاجها. اتمنى ان الناس دي تقدر تبقى على قدر المسؤوليه وتنجح، بس هو لسه مش بشكل رسمي. هو خلاص الاهلي في بيظبط الدنيا، بس في قريب هتسمعوا الخبرين دول، ان مروان النايب مدير تعاقدات، وان اسامه هلال مدير لاداره السكاوتنج. فباذن الله تسمعوا دول. الخبر اللي معانا بعد كده، او الموضوع اللي معانا بعد كده، خالد الجوادي المترجم. طلع امبارح الشركه اللي ماسكه يعني لمارسيل كولر الكلام بتاعه، طلعت على الانستجرام اتكلموا ان خالد الجوادي وتصريحاته ومش عارف ايه، وهو بيصير بلبله، وعشان كده مجلس اداره الاهلي. شفتوا الناس اللي كانت بتنتقد مجلس اداره الاهلي ان هي مشيت الراجل؟ عرفتوا الراجل مشي ليه؟ الراجل عايز يتدخل في حاجات هو ملوش فيها. انت شغلتك مترجم. يعني ايه مترجم؟ يعني اللي كولر بيقوله انت تترجمه، اكتر من كده مالكش. لما هم حسوا ان الراجل ده بيتدخل في حاجات هو ملوش دعوه بيها، فعشان كده بقى خرج بره الاهلي، لان ده مش سيستم الاهلي ولا نظام الاهلي. فاللي حصل امبارح دوت من وكيل كولر، او من الشركه اللي ماسكه اداره اعمال كولر، او الكلام ده اللي هم البيان اللي هم قالوه، ده بيأكد اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الراجل دوت مش شبه الاهلي، مش شكل الاهلي ان هو يبقى مترجم في النادي الاهلي. لان الراجل ده كان عايز ياخد صلاحيات اكبر من صلاحياته. انت صلاحياتك مترجم، يعني انت لسان الراجل يقول حاجه انت تترجمها فقط لا غير. لكن ما تقولش انا مش عارف ايه، وانا المفروض مدير مش عارف ايه. انت مالكش في الكلام ده، مع احترامي الشديد ليه يعني كشخص. لكن احنا بنتكلم كشغل دلوقتي. انت مالكش غير ان انت لسان الراجل يقول كلام انت تترجمه، اكتر من كده انت مالكش. تمام. فده بيثبت، لو هيثبت ان فعلا النادي الاهلي كان صح بخروج الراجل ده. الموضوع اللي معانا تاني، اكرم توفيق يلغي متابعه حسابات الاهلي على الانستجرام. ايه يا عم اكرم، ما تمشي. بس انا مش بلوم على اكرم، الغلط مش عليك، الغلط على الناس اللي لسه بتحطك في القايمه بتاعه الماتش كل ماتش، واللي بينزلوك وبيلعبوك على لعيبه. انت خلاص ماشي، خلاص، وكلنا عارفين ان انت ماشي. خلاص الراجل ده ما يخشش القايمه يا جماعه، الراجل ده ما ينزلش، ما يلمسش النجيله. خلاص انا اشوف حد تاني، احمد رضا يلعب يا جدعان، ياخد خلاص. انا ده اللاعب اللي هيكمل معايا، ده ماشي خلاص. انا ليه بدخله القايمه، وليه بنزله في مطوشه، سواء بنزله 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا ايا كان بنزله قد ايه. هو الراجل نزل معانا وشفناه، ولا عايز يلعب ولا في دماغه، خلاص هو في دماغه حته تانية، ولا ودي لغى الحسابات. فانا لو هلوم على هلوم على المدير الفني كولر والجهاز الفني كله. ده ما ينفعش يخش قايمه، خلاص ده كده شيلوه. خلاص هو الكام شهر دول يتدرب فيهم، وطريق السلامه يتكل على الله. خلاص انت اللاعب هو عايز يمشي، مشيه، ما تدخلوش قائمه المطوشه. فموضوع غريب قوي ان اكرم يبقى موجود بجد، والله الموضوع يعني الموضوع مستفزني بصراحه. يعني موضوع ان اكرم يبقى موجود في القايمه واشوفه بيلعب في ماتشات 10 دقائق وربع ساعه ونص ساعه و5 دقائق، انا الموضوع مستفزني. لا انا اطلع ناشئ، انا عندي لعيبه، بس لو ما عنديش لعيبه اطلع ناشئ ياخد الوقت ده احسن من اكرم ما ياخد الوقت ده. وكمان الموضوع اللي معانا كاس العالم للانديه 2025 هيبقى موجود بكره في القاهره. زي ما بقول لك كده، بكره ان شاء الله كاس العالم للانديه اللي احنا شفناه، اللي هو بيلف وليه مفتاح والكلام ده، هيبقى موجود في القاهره في النادي الاهلي. هيقعد مع الاهلي يومين وبعد كده يكمل بقيه لفته. فده طبعا انجاز كبير ان انت تشارك في بطوله، اصلا دي اول نسخه ليها، بطوله كبيره مشارك فيها انديه من اوروبا ومن امريكا ومن اسيا يعني من كل العالم، بطوله متشافه، وان انت تبقى طرف فيها. فدي حاجه كبيره جدا، كبيره جدا 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 جدا. فالحمد لله على نعمه الاهلي، ودي حاجه كويسه. الخبر اللي معانا بعد كده، مش لاك يعني. ده كميه الضحك بقى اللي احنا بنشوفه ده. يعني مش لاك، نادي الزمالك كان عايز يأيد لاعب افريقي، فمش لاك قال لهم لا انا مش ماشي يا باشا، انا قاعد معاكم، ماليش علاقه بالكلام ده، انا قاعد معاكم، انا مش ماشي، وانا عايز فلوسي والكلام ده. فما عرفوش يجيبوا لاعب عشان القيد كان هيتقفل. اول ما القيد اتقفل راح مشلاك واخد شنطته، تمام انا ماشي طالع اشتكيكوا في الفيفا. خلاهم ولا عرفوا يأيدوا لاعب افريقي، وهم دلوقتي في ازمه. اللاعب عايز فلوس، معهمش فلوس، وهم مش عايزين يلعبوه. فاللاعب اوريدي هيطلع على الفيفا هيشتكيهم، هيخشوا في ايقاف قيد، والفلوس اللي هو فيه متهيألي 700 الف دولار، الموضوع هيزيد عليهم، قصه كبيره. وهو ده اللي احنا شفناه يعني انت ما بتشوفش محترف يخش الاهلي يطلع منه بمشكله. شوفش الكلام ده. يعني يوسف ايمن كان موجود عندنا وكان بيقبض بالدولار، جه ايا كان بقى القصه اللي هي ما كانتش عاجباني، ان انت جبته لعبته اقل من 90 دقيقه وخد فلوس ومش عارف ايه. بس الراجل بيجي عندك بيخرج بشكل حلو، بعد كده بعد ما بيمشي بيتكلم عليك باسلوب حلو. بص الناحيه التانيه بيعملوا ايه مع المحترفين. وعشان كده، عشان تعرف ان المحترف بتاعك بيسيبك ويجي لي ليه زي اشرف بن شرقي، او اللاعب بتاعك عامه بيسيبك ويجي لي ليه، تمام، انت بص انت بتعمل ايه مع اللعيبه.
ما هو اللي انت بتعمله ده مع اللعيبه بيخليه خلاص انا النادي دوت يعني انا اروح ارجع له تاني ليه؟ يعني ارجع ده او حتى لو انا لسه لاعب ما رحتش النادي ده، قبل ما اروح للنادي ده هفكر 100 مره. ما هو بيعمل مع اللعيبه كده، فهيعمل معايا انا ايه؟ فده كان موضوع معانا برضو، وانا عايزهم كده على طول يعني. اخر حاجه معانا النهارده ان شاء الله قائمه النادي الاهلي وتوقعاتي للتشكيل وتوقعاتي للنتيجه. قائمه النادي الاهلي زي ما هي متهيألي ما فيهاش تغيير كتير، هنزلها لكم دلوقتي تشوفوها زي ما هي، ما فيهاش تغيير كتير. معانا يعني انا اتوقع تشكيل الاهلي. يعني هو لسه اسامه ابو علي واشرف بن شرقي واشرف داري لسه ما دخلوش في قائمه المباريات، بس اعتقد ان على ماتش الاسماعيلي ممكن نشوف وسام ابو علي، ونقدر نشوف اشرف بن شرقي قبل ماتش الزمالك. وده مهم بالنسبه لي ان الناس دي تاخد ماتش قبل ماتش الزمالك. يعني في ماتش الاسماعيلي اتمنى حتى لو مش هيبداوا اشرف بن شرقي ياخد جزء، وسام ياخد جزء، اجهزهم لماتش الاسماعيلي. اتمنى يعني اتمنى ان ثنائيه الدفاع بتاعي الفتره الجايه لو اشرف داري رجع وهيبقى كويس، اتمنى ان ثنائيه الدفاع بتاعي تبقى اشرف داري ومصطفى العش. هل كولر هيرجع لخطة 4-3-3 ولا هيفضل مستمر باللي هو عامله دلوقتي اللي هو 3-5-2؟ هل هو يفضل مستمر؟ يعني انا اتوقع بكره ان شاء الله التشكيله بتاعت بكره ان هو يلعب ب 3-5-2 زي ما هو، اللي هي هتكون هيلعب بالشناوي او شوبير، بس اتوقع الشناوي في حراسه المرمى، ثلاثه هيلعبوا في خط الدفاع، مصطفى العش، رامي ربيعه، محمد هاني. الخمسه بتوع نص الملعب مش هيبقى فيهم تغيير كتير. اتوقع ان كريم الدبيس هيبقى موجود، اتوقع حسين الشحات هيبقى موجود، اتوقع مروان عطيه السوليه. التغييره الوحيده ان بدل قفشه في نص الملعب اتوقع ان هو هيخلي امام عاشور في نص الملعب الماتش ده. تمام. الاثنين اللي قدام اتوقع ان هم ممكن يكونوا محمد عبد الله وجراديشار، وممكن يخلي امام عاشور زي ما هو ويستغنى عن حسين الشحات الماتش ده ويلاعب محمد عبد الله. بس انا متوقع ان محمد عبد الله هيبدا الماتش ده بسبب اللي هو عمله الماتش اللي فات، فانا متوقع ان هو هيبدا بيه الماتش ده، ولو ما بداش بيه الماتش ده اتوقع ان هو هيديله وقت كبير الماتش الجاي، الماتش بتاع بكره ده ان شاء الله. توقعاتي للنتيجه، اتوقع ان الاهلي ان شاء الله يكسب 3-0. اتوقع ان شاء الله 3-0 لو ما كانتش 4-0 بكره ان شاء الله. اتمنى لعيبه الاهلي تسهل الماتش عليها زي الماتشة الجايه، زي الماتشة اللي فاتت، تسهل الماتش، تنزل ضاغط على طول، تجيب الاول في الثاني، تسهل الماتش عليك عشان الماتش يبقى اسهل بكتير، عشان تريح برضو بعض اللعيبه، عشان عندك الاسماعيلي وعندك الزمالك، وماتش الزمالك ده مفصلي في الموسم. فاتمنى ان احنا نخلص الماتش بدري بدري، الماتش بتاع بكره ما نصعبوش على نفسنا، نخلصه بدري بدري عشان تبقى الدنيا في اللذيذ. ودي كانت نهايه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش لو مش مشترك في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو انت لسه ما عملتش لايك اعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.